انا بصراحه متعاطف معاك، يعني ان انا عارف قدراتك وامكانياتك، ولكن مش عايزك تزعل على موضوع الزمالك، لانك انت لو زعلت على موضوع الزمالك هتفضل في القصه دي فتره طويله. انت هتنتقل لنادي اخر ولازم تتالق، وزي ما بقول لك او انت قلت من شويه ان انا ان شاء الله هروح نادي تاني وهتالق، والزمالك برضو هياخدني تاني يعني. طبعا يا كابتن، بص انا طبعا اول حاجه انا مش يعني ممكن ابقى زعلان بنسبه كبيره انا جدا ان انا مش في نادي الزمالك. لا طبعا هو ده خير ربنا عاوزه، واي حد بيحصل له حاجه ده بيبقى خير مش شر خالص اكيد. وطبعا يعني تجربتي مع نادي الزمالك انا شايف ان هي ناجحه جدا، استفدت منها كتير جدا. مش ماليش حظ في نادي الزمالك ان انا اكمل فيه. انا شايف ان انا فترتي في نادي الزمالك تقف لغايه الوقت هذا، ما ينفعش حتى اطلع عار ولا اي حاجه. والحمد لله، يعني اي حاجه لازم نقول عليها الحمد لله، ونشوف طبعا الفتره الجايه باذن الله النادي اللي انا اروحه اثبت لنادي الزمالك واثبت لاي حد كان سبب ان انا ممكن يقول محمد ينتقد محمد في اي وقت من الاوقات، انا اثبت له واقول له ان يعني انا ايه ومستواي ازاي. بتمثل انت هنا ولا هو فعلا حصل؟ لا فعلا يعني لا باين خبطه جامده. كان هيقطم لي رجلي والله نصين فعلا في الكوره دي. ايه؟ كان رجلي كانت هتتكسر جامد في الكوره دي. ده الدور الاول مش كده؟ لا ده الدور الثاني الماتش. الدور الثاني، ماتش الدور الثاني.